قبل ما نبدا الفيديو حابب يا صديقي اقول لك انت لو شفتش الاجزاء اللي فاتت من قصه الواد سونج او انمي سولو ليفلينج فانت مستنى يا صديقي. انت حرفيا ضاع نص حياتك. احسن لك روح تشوف الاحداث الاسطوريه اللي انا هسيب لك فيديوهات بتاعتهم في الديسكريبشن او في اول تعليق، وارجع على الاحداث الاسطوريه الجديده ديت. واول لما تاجي تشوف الفيديو ده ما تنساش تصلح بابك النبي وتذكر ربنا في التعليقات واشترك في قناتنا لو انت اول مره تشوفنا. ومن غير مقدمات كتير نخش يلا في الفيديو. نخش يلا. بتبدا احداث بتاعتنا بعدها بيوم واحنا بنلاقي الواد سونج والواد جينو كانوا ماشيين بالعربيه عشان خلاص على مغاره، ولكن بنلاقيهم ان هم قابلوا في طريقهم البت اللي هي صاحبه اخت الواد سونج، وبالله ركبت مع الواد سونج وبتقول له ان انا عاوز اروح معاك واتفرج عليك وانت بتخلص في المغارات. فساعتها اول لما الواد جينو بيبص على الواد سونج بنلاقيه فهم الموضوع غلط وحس ان في وساعتها بيقول له ايه يا عم سونج يا سفاح الاندر ايدج، انت مش ساب اي حد في حاله حرفيا. فبعديها بقى بيوم بنلاقي الواد سونج والواد جينو كانوا في مغاره من رتبه سي، ولكن ساعتها بنلاقي اللي كان بيحاربوا الوحوش اللي في المغاره هم الجنود بتاع الواد سونج، وساعتها حرفيا بنلاقي ان كل جنود الواد سونج مخلصين على كل الوحوش. فساعتها بيستغرب الواد جينو بيقول يا واد يا سونج مين الوحوش دولت وانت جبتهم ازاي؟ فساعتها بيقول له صحيح ده انا نسيت اعرفك، مهاره الاستدعاء ديت هي مهاره من مهاراتي، واللي هي اول لما اقتل وحش بقدر اخليه من جنودي. فساعتها بعد ما بخلصوا المغاره بنلاقي ان كل وحوش بتجمع كل البلورات اللي كانوا في المغاره. فساعتها بيقول الواد جينو في نفسه انا كده ماليش اي لازمه، طب انا جاي اعمل ايه؟ انتوا جاي تهزقوني يعني؟ فساعتها بتخليه الوحوش ان هو يجمع الاحجار معاهم. بنروح بقى للولايات المتحده الامريكيه وبنشوف راجل ضخم وغريب جدا كان باين عليه القوه المرعبه. فساعتها بترعب الراجل اللي كان شافه وبيقول له ما تخافش انا انسان زيك. فساعتها الراجل اللي قدامه ده ما بيفهمش لغته، فساعتها بيحاول يكلمه باللغه بتاعته ولكن مكسره، وبيقول ان انا بشري وعاوز ارجع لبيتي. بعديها بقى بنروح للواد سونج اللي بنشوفه قاعد مع كافيه هو والواد جينو، وبنلاقيهم كانوا بيشربوا حاجات استغفر الله العظيم يعني، وبنلاقي الواد جينو بسبب حاجات استغفر الله العظيم ديت بنلاقي ان هو دايخ ومشيها صديقي دايخ. فساعتها بيقول له واد يا سونج هو انت بتكرهني ياض؟ فساعتها الواد سونج بيقول له لا يا ابني. فساعتها بيقول له ان انا سونج عندي اخ اكبر مني، ولكن تخيل هو كان بيكرهني وعمري ما قضيت معاه اي شيء اخوي. فساعتها بيفكر الواد سونج وبيقول له خلاص يا واد يا جينو ما تزعلش، انت من النهارده اخويا اللي مكتوبش امي وابويا. فساعتها بيفرح الواد جينو قوي وبيقول له شكرا ليك عشان انت خليتني اخوك الصغير. بنروح بقى للراجل الغريب اللي احنا شفناه في اول الفيديو وبنلاقيه كان مقبوض عليه وكان مجبد بالسلاسل، ولكن ساعتها الناس اللي قبضوا عليه ما يقدرش للاسف ان هم يحددوا هويته ولا عرفوا حتى اسمه. فساعتها بيقول ان ممكن يكون الصياد ده هو الصياد الاجنبي اللي اتحبس في مغاره قبل 10 سنين وكان عاجز عن الخروج من المغاره ديت، وبيقولوا برضو ان احنا كمان جبنا مترجم انجليزي ما فهمش كلامه. فساعتها بيقولوا الرجاله دول ان اكيد الراجل اللي قدامنا ده مش انسان واكيد هو وحش. فساعتها خلاص بيقولوا ان مفيش بس غير حل واحد واللي هو نجيب صياد من رتبه اس للعاصمه واشنطن عشان يفهم ويفهم لغته. تخيل بقى من صديقي بقى الصياد ده ايوه حصل هو الواد هوانج اللي نطت في كل حته. بعدها بقى بيوم لان الواد سونج كان بيقول لاخته ان انا رايح مشوار خد بالك من نفسك. فساعتها اخته بتفهم غلط وبتقول لي ايوه يا عم كده المشوار ده مع الحبيبه صح؟ فساعتها بيقول الواد سونج يا بنتي يا هبله انا رايح المشوار ده مع واحد صاحبي، ولكن ساعتها بالله ان المشوار ده مش مع صاحب سونج ولكن هي ريمونتادا اللي هيعملها في برج الشياطين. ولا مش فاكر يا صديقي اللي حصل في برج الشياطين ده؟ قلت لك يا صديقي رايح لسه السابقه. فساعتها اول لما راح للبرج ده اتهزم واتاخد على عينه، ولكن يا باشا ده سونج بعد تدريبه بعد القطعات اللي حصلت في الموسم ده اكيد هيرجع ويبقى اقوى من اللي فات. فساعتها بالله بيفتح البوابه بتاعت المهمه وبالله الباب بيتقفل عليه. ساعتها بيقول لنفسه ان انا اول مره لما دخلت في المهمه دي كان مستوى ضعيف، ولكن دلوقتي انا مستوى زاد ب3 اضعاف، يعني احتمال 80% ان المهمه دي تكون سهله. فساعتها بنفس الوقت بيجيله اشعار من النظام وبيقول المهمه كالتالي اقتل 10,000 روح شيطانيه في البرج ده. فساعتها بالله الواد سونج بيستغرب بيقول يا نهار ابيض كل العدد ده في القلعه ديت؟ ولكن ساعتها بيقول سونج ان شاء الله لو كانوا مليار شيطان الهدف الاساسي هو واحد وهو اكسير الحياه، وانا كده كده هدمر اللي قدامي عاش عليك يا واد سونج. فساعتها بالله بيطلع الخنجر بتاعه وبيستعد للمعركه. راح بقى لصاحبنا الواد جينو بنلاقيه كان قاعد مع ابوه وبيقول له ان هو عاوز يسلمه النقابه بتاعته. فساعتها بيقول له ابوه انت ازاي بتطلب مني الطلب ده وانت عارف خطه اخوك للنقابه ديت؟ لكن جو بيعرفه ان خطه اخوه تضمن احضار صيادين من بره عشان يمسك هو النقابه، ولكن صدقني يا ابويا خطه اخويا ديت فيها مخاطره كبيره جدا على شركتنا. فساعتها بيقطع ابوه بيقول له هو الصيد اللي معاك ده كان اسمه سونج جينو صح؟ بيقول له ايوه. فساعتها بيقول له المغاره المزدوجه الحد
الحادث اللي اتقتل فيه اخو الواد دوانج والفريق بتاعه، الحادثه اللي اتقتل فيها القائد قسم مراقبه الصيادين، من غير الحادثه بتاعت كام يوم ديت واللي هي المغاره الحمراء، ولا ما طلعش منها غير بس هو وحبه ضعفاء. كل الحوادث ديت وخرج منها الواد سونج بسلام. ده لو ماشي بدعوة امه مش هينجح في كل المغارات دي. غير ده كمان هو شارك في كل المغارات اللي انت اشتريتها وخلصها في الاخر. فساعتها بيقول لابوه انت حصلت على رخصة رئاسة النقابة بفضل مساعدة الصياد سونج جين وو، ولسه لحد دلوقتي عاوزنا سلامك النقابة. ولكن ساعتها بيعاند الواد جين وو ومصر ان هو يستلم نقابة يوجين. فساعتها بيقول لابوه تمام انا اسلمها لك، ولكن بشرط واحد. انا سمعت ان بعد حادثة بابا الحمراء ان نقابة النمر الابيض بتحاول تضم الواد اللي اسمه سونج للنقابة بتاعتهم، علشان كده واد جين وو لازم تضم الواد سونج في نقابتك الاول، وهو ده الشرط الوحيد. بعدها بقى بيروح للواد سونج وساعتها بنلاقيه فعلا قدر يخلص على كل الشياطين اللي كانوا حواليه، ولكن لسبب مجهول ما قدرش يخرج الظلال بتاعتهم. فساعتها بيتضايق الواد سونج ولكن مش بيهتم لانه كده كده هو عاوز هدف واحد وهو اكسير الحياه. فساعتها بيحصل على تصريح الدخول للطوابع العاليه في البرج بتاعت الشياطين. فساعتها بيستغرب الوان سونج بيقول ان المغاره دي كبيره قوي وحاسس كاني في مدينه مش في برج. فبعدها بنلاقي ان الواد سونج تعب جدا من القتال وبنلاقيه بيستدعي الظل بتاع الدب اللي قتله في الاول يا صديقي عشان يركبه ويروح بيه للطوابق التانية. ولكن هو بيمشي بالدب بتاعه بنلاقيه بتقابله حبه وحوش، ولكن ساعتها مش مهتم بالدب وبيقعد ينطر فيهم شمال ويمين. فساعتها بيقول لسونج في نفسه ان الدب ده قوي وهيسميه تناك. نروح بقى لمكان في النادي الرياضي وبنلاقي فيه الصياده اللي اسمها هي، وهي بترجع للزمن اللي حصل معاها مع رئيس الصيادين. وهي بتقول له انت ليه ما نشرتش معلومات عن النمل المجنح ساعه لما احنا رحنا عشان نكتشف الجزيره. فساعتها بعرفها ان دي اوامر من نقابه الصيادين، وان احنا لو نشرنا المعلومات دي فعلا فده هيسبب خوف وقلق بين الناس كلها، وان المفروض دلوقتي واجبنا كصيادين ان احنا نطور من نفسنا ونطور قوتنا اكتر واكتر علشان نكون اكبر نقابه في البلد ونمسك المسؤوليات اللي بتليق لحجمها. بنروح بقى للواد سونج بيلاقيه بيفتكر ان هو لما كان معاه المفتاح المغاره في الاول كان خايف ان المغاره دي تكون من رتبه اس، ولكن ساعتها بيعرف ان الشياطين الموجودين هنا من رتبه بي. وبيقول جيم برضو ان هو اول لما ركز على قتل الوحوش اللي تديه تصاريح النقل الاقي نفسي بتزاد في الطوابق اكتر واكتر، معاها بتزيد قوتي اكتر فاكتر لحد دلوقتي انا في الطابق السابع. وفي نفس الوقت بيقول برضو هل يا ترى المؤونة بتاعتي هتكفيني ليه 100 طابق، وهل انا هنتصر على 100 طابق ولا لا؟ فساعتها بيقول سونج لنفسه ان دي مش معركه وخلاص، لا دي معركه مع الزمن. فساعتها بنلاقي ان الواد جين هو قوته بتزيد اكتر واكتر مع كل طابق بيخلص عليه، ولكن في النهايه بنلاقيه خلاص خلص المهمه، قدر يخلص على 10,000 روح شيطانيه. فساعتها بنلاقي وصل للسيد الطوابق الدنيا لا صديقي طوابق اللي تحت واللي اسمه فولكان الجشع، وبنعرف خلاص ان الواد جين هو وصل للطابق ال50. ونروح بقى لمدير نقابه النمر الابيض واللي كان معاه الصياده اللي كانت من رتبه بي واللي كانت في المغاره الحمراء لو فاكرها يا صديقي. وبنلاقيهم ان هم كانوا عند بيت الواد سونج عشان يحاولوا ان هم يتضموا للنقابه بتاعتهم، لكن ساعتها اخته بتعرفهم ان هو موجود في شغل مع صاحبه. فساعتها بعرفوا الاثنين دول ان الواد سونج ده شاركش في اي مغاره لحد دلوقتي، مفيش برضه سجلات بتثبت ان هو خارج البلد، وانه اخر موقع تعقبوه هي اللي جمعيه اللي كانت وسط المدينه. نرجع بقى للواد سونج تاني بنلاقيه بس ده وحوش الظل اللي معاه عشان يواجه كل الوحوش اللي في الطابق 50. فساعتها بيؤمر الواد سونج كل الجنود اللي معاه ان هو تولى امر الزعيم وانتوا فارتكوا الباقي. فساعتها بتبدا المعركه ما بين الواد جين وو وجيش الشياطين، واللي في الوقت ده بنلاقي ان الواد سونج ارتفعت ذكاؤه في المعركه دي جدا جدا جدا، لو ايه كمان ارتفع مع عدد الجنود والصحه، وده يا صديقي اللي هيخليه عنده حريه اكبر واكبر في المعارك. فساعتها بيقول سونج والوحش ده مش عاوز يتحرك ولا ايه، ولو ما اتحركش فانا هبدا بالهجوم. ولكن ساعتها في اقل من الثانيه بنلاقي ان الوحش ده دمر عدد مهول من الجنود وكان هيسيب سونج، ولكن سونج بتفاداها وبنلاقيه بيديله لكمه مدمر بتطيره حرفيا. فساعتها بنلاقي ان الوحش غضب جدا من اللي عمله الواد سونج، بيقرر ان هو هاجم عليه. ولكن في نفس الوقت بنلاقي ان الواد سونج بينادي على الواد اروين عشان يديله الدرع، وفعلا بنلاقيه بيديله الدرع، وبنلاقي ان الواد سونج صد الضربه بتاعت الوحش بحمد الله في مشهد اسطوري. فساعتها بنلاقي ان الوحش بيقعد يضرب الدرع بتاع سونج مرارا وتكرارا لحد ما الواد سونج اكتشف صخره في جسم الوحش ده. فساعتها بيقوم عشان يهاجم عليه، ولكن الوحش بيكتشف هجوم سونج، ساعتها بيجي عشان يضربه، ولكن الحمد لله بنلاقي ان الواد سونج بيستعمل يد الحكام وبيتفادى ضربه الوحش.
فساعتها بيقول هو على الارض المكان الوحيد اللي اقدر اقتله منه هو راسه. فساعتها بيلاقي الواد سونج بيجري، بيلاقي الوحش بيجري وراه، فبيقول سونج بعديها انا عاوز طريقه اخلي العجل اللي ورايا ده يقف، لحد ما لقى سونج الطريقه، واللي هي يا صديق ان هو يلبسه في العمود ويقع ويتهد. فساعتها بقى بنلاقي ان الواد سونج بيستعد وبيجيب الخنجر بتاعه بيقطع الوحش نصين حرفيا كده يا صديقي. خلص الواد سونج كل الطوابق الادنى وهو دلوقتي مستعد علشان يروح للطوابق القويه. نروح بقى للعاصمه واشنطن، بنلاقي الصياد جوانج وهو وصل للراجل الغريب ده عشان يسأله حبة أسئلة. بيقول له إن هو أول مرة يشوف وحش يقدر يتكلم لغة البشر. فساعتها بيقول له الراجل الغريب ده إن أنا قلت لك 100 مرة إن أنا مش وحش وأنا إنسان، ولو أنت مش متأكد إن أنا إنسان فأنتوا تقدروا تعملوا تحليل حمض نووي. فساعتها بالله الصياد اللي اسمه وانج بيكون متعصب جدا لأن الرجالة استدعوه في وقت ما كانش عاوز يرجع فيه أصلا. لكن ساعتها بيقول الراجل الغريب للواد وانج إيه هي مدى معرفة البشر بالوحوش وغارات والبوابات الوحوش. بوابات الوحوش ديت هي بس مجرد بداية لأعظم كارثة تحصل للكون حرفيا. ولكن ساعتها بنلاقي الصياد اللي اسمه وانج ما كنتش فاهم ولا كلمة بيقولها الراجل الغريب ده. فساعتها بيقول للراجل الغريب ده ان انا هدفي الوحيد في الدنيا ديت هو منع ان الكارثة العظمى دي تحصل. فساعتها بيستهزئ الواد هوانج من كلام الراجل الغريب ده، يقول له انت عبيط يا ابني، حتى لو في كارثة مش عارف كم الصيادين اللي في الكوكب ده. فساعتها بيقول له لو حتى كانوا مليار صياد مش هيقدروا كل الصيادين اللي في الكوكب ده قدام الخطر الاعظم، وان هما بس لو جربوا يقفوا قدام الخطر ده سيتم التهامهم واستغلالهم بس. فساعتها بقى بيقول الراجل الغريب انت شكلك قوي جدا ولكن، وساعتها اول لما بيقول ولكن بيلاقي ان الواد هوانج بيتعصب وبيقول له كده باستهزاء وحش قدامي دلوقتي باسم بشري، لو ايه كمان عندك زوجة وطفلان، يا ترى بقى انت فاكر اسم ابنك ولا لا؟ فساعتها بيجاوب عليه الراجل الغريب وبيقول له اسمه سونج جينو. فساعتها بيقول له الراجل الغريب انا حاسس فيك كده نية القتل. فبيقول له ما يا جماعه مش هجاوبك على اي سؤال هتقوله، ولكن انا هجاوبك على سؤال واحد اللي هو ابنك فين؟ ابنك دلوقتي ميت وهو في الجحيم، انت بقى عاوز تحصله في الجحيم ده ولا لا؟ فساعتها بنلاقي الاتنين بيطلعوا قوتهم مش عارفين اللي بيحصل. بقى للواد سونج وبالله هو دخل معركة وهو عارف كده كده اساس المعركة دي هتكون من طرف واحد، والطرف ده هو سونج. وبالله راح للحاكم بتاع الوحوش ده وبيقول له انت مصدوم وخايف ليه؟ انت مش عارف قوتنا؟ احنا كتير قوي، ازاي وحش زيك بيشعر بالخوف من انسان زيي؟ فساعتها بنلاقيه بيقطع راسه وبيخلص على الوحش، وبنعرف ان اللي قتل الواد سونج ده هو مرشد الاشباح ميتوس. تروح بينا بقى الاحداث تاني للولايات المتحده الامريكيه، واللي بنلاقي ان في المدينه حرايق كتيره جدا. فساعتها في الوقت ده بيقول رئيس الاطفاء انه سمع ان كان في معركه بين اتنين من رتبه اس كفيل انها تدمر تضاريس كل حاجه، ولكن الضرر اللي حصل ده كان بسيط جدا. ولكن ساعتها بيقول رئيس وحده الاستخبارات ان احنا فعلا حالفنا الحظ لانه في لحظه واحده تم القضاء على الصياد دون هوانج، وفعلا بنلاقيه مهزوم وايديه مقطوعه. نرجع بقى للواد سونج تاني وبنلاقي ان الفادي ده خلص كل المؤن اللي معاه، وهنا ده اقصى حاجه هو قدر يوصل لها. بنعرف يا صديقي ان هو وصل للطابق ال 75 وفاضل له بس 25 طابق عشان يخلص برج الشياطين ده، عشان كده لسه المهمه دي طويله جدا. ولكن بنلاقي ان سونج بيبص لنص الكوبايه المليان وبنلاقيه حصد اسلحه كتيره زي قوه الاقراط اللي معاه واللي حصل عليها من هزيمه الزعيم الضخم اللي كان في الطابق ال50 وقلادة الهيكل العظمي. وبيقول برضو ان كل واحد منهم ليه تأثير جامد، ولكن اول لما الاتنين دول بيتجمعوا في جسم واحد بيكون تأثيرهم اقوى واقوى. فساعتها بنلاقي الواد سونج كان معاه كرة اسمها كرة الجشع، ولكن بنلاقي انه كان مش قادر يستخدمها على نفسه، ولكن هو يقدر ان هو ينقل القوة بتاعة الكرة ديت لشخص اخر. فساعتها بيقول لنفسه ان انا لو اديت الكرة دي لجنودي بتوع الصحراء هتكون قوتهم جبارة. فساعتها بنلاقي ان النظام بيديله المفتاح علشان يخش للبوابة التانية، ولكن بيقول سونج جمع حاجتين من اصل 3 عشان كمان اكسير الحياة، واللي هي اول حاجة قطع من شجرة العالم، وتاني حاجة كان اسمها مياه الغابة الصدى. ففاضل لي حاجة واحدة بس عشان اجمعهم مع بعض واكون اكسير الحياة، ولكن انا مش هجمع الغرض ده دلوقتي، هبقى اجمعه بعدين اول لما ازيد قوتي تاني وارجع للمغارة دي. يا ترى بقى صديقي ايه اللي حصل للواد سونج؟ وهل يا ترى رجع للمغارة ديت ولا لا؟ وهل يا ترى جينو هيقدر يضم الواد سونج النقاط بتاعته ولا لا؟ ده كله صديقي هنعرفه في الحلقات اللي جايه. ما تنساش يا صديقي تفعل زر اللايك والاشتراك بتاعك، تفعل زر الجرس ان يجيلك كل جديد حلو زيك كده. وما تنساش يا صديقي تصلي حبيبك النبي وتذكر ربنا وبس. يلا سلام.